يا حبايبي، خليني أحكي لكم الأول ليه العشر الأواخر دي مهمة قوي. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني إيه 1000 شهر؟ يعني أكتر من 83 سنة. تخيلوا، ليلة واحدة بس تساوي أكتر من عمر إنسان كامل. ده مش كلام عادي، ده كلام ربنا. فأنا لما كنت بسمع الآية دي كنت بحس بأشعريرة في جسمي، وبقول في نفسي: يا ستي، دي فرصة مش هتيجي تاني، لازم تاخديها بجد. والنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يصلي عليه، كان بيقول: إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. يعني النبي نفسه كان بيصحي أهله، كان بيقوم الليل كله ويصحي السيدة عائشة وبناته. فأنا كنت بقول لنفسي: لو النبي بيعمل كده، أنا مين أنا عشان أنام وضيع الفرصة دي؟ طب دلوقتي خليني أحكي لكم إزاي كنت بنظم يومي في العشر الأواخر دي. وأنا عندي أنوس وشوشو صغيرين، وعندي بيت لازم يتعمل، وعندي جوز لازم ياكل ويشرب. مش سهلة يا حبايبي، بس ربنا بيعين. كنت ببدأ تحضيراتي قبل العشر الأواخر بيومين أو 3. كنت بعمل إيه؟ كنت بطبخ أكلات كتير وبحطها في الفريزر. أيوة يا عيني، الفريزر كان صاحبي الأول في العشر الأواخر. كنت بعمل ملوخية وبحطها، وبعمل فراخ مشوية وبحطها، وبعمل عجينة كفتة وبحطها، عشان لما يجي وقت الطبخ في العشر الأواخر ما يبقاش عندي شغل كتير في المطبخ، وأقدر أوفر وقت أكتر للعبادة. وكنت بعمل حاجة تانية كمان، كنت بعمل تنظيف البيت الكبير قبل العشر الأواخر، يعني الغسيل الكبير وتنظيف الأوض وترتيب الدواليب. كل ده كنت بخلصه قبل ما تيجي العشر الأواخر، عشان في العشر الأواخر نفسها التنظيف يبقى خفيف، بس كنس وتنشيف وخلاص، مش وقت تقيل. وكنت بعمل جدول في دماغي، مش على ورقة، بس في دماغي كنت عارفة كل يوم هعمل ايه. الصبح بعد الفجر كنت بفضل صاحية وبقرأ قرآن لحد ما تطلع الشمس، بعدين بصلي الضحى، بعدين بصحي أنوس وشوشو وبجهز لهم فطارهم، وبعدين بعمل شغل البيت الخفيف، وبعدين بنام شوية قبل الظهر عشان أقدر أصحى بالليل وأعبد ربنا. فكنت بحرص إني آخد قيلولة بعد الظهر، حتى لو نص ساعة أو ساعة، عشان أقدر أصحى بالليل وأعبد ربنا. وبالنسبة للأكل في العشر الأواخر كنت بعمل إيه؟ كنت بعمل أكل بسيط، عشان الأكل التقيل بيخلي الواحد يتكسل ويتنعس ومش قادر يصحى بالليل. وكنت بقول لجوزي: يا سيدي، في العشر الأواخر دي الأكل بسيط بس الأجر كبير. وكان بيضحك ويقول: تمام يا أم أنوس. وأنوس وشوشو الله يحفظهم كانوا صغيرين، بس كنت بحاول أشركهم في الجو ده. كنت بقول لهم: يلا نقرأ قرآن مع بعض، وكنت بعلمهم سورة القدر، وكنت بقول لهم: ده شهر ربنا، ده وقت بنتكلم فيه مع ربنا. وكانوا بيحبوا الجو ده. أنوس كان بيقعد جنبي وأنا بتهجد وبيبص عليا ببراءة، وشوشو كانت بتقلدني في الصلاة. ده كان أجمل منظر في الدنيا. طيب دلوقتي خليني أحكي لكم عن الليالي نفسها. الليالي الوترية في العشر الأواخر، يعني 21 وال23 وال25 وال27 وال29. وأنا كنت بحاول أحيي كل الليالي دي، مش ليلة واحدة بس. كنت بصحى الساعة 2 أو 3 الصبح، وكنت بعمل وضوء وبصلي. كنت بصلي ركعتين ركعتين، وكنت بطول في السجود. يا حبايبي، السجود في الليل ده حاجة مش بتتوصفش. لما بتسجد وبتحس إن الدنيا كلها نايمة وانت صاحي بتتكلم مع ربنا، ده إحساس مش بيتوصف بكلام. وكنت بقرأ قرآن، كنت بحاول أختم القرآن في العشر الأواخر. مش دايما كنت بقدر، بس كنت بحاول. وكنت بقرأ بتدبر مش بسرعة. كنت بقف عند الآيات اللي بتلمسني وبفكر فيها، زي آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ده كلام ربنا بيقول إنه قريب مننا وبيسمعنا،
فكنت بحس إن ربنا قريب مني جدا في اللحظة دي. والدعاء يا حبايبي، الدعاء في العشر الأواخر ده كان له طعم خاص. كنت بدعي بكل حاجة، بدعي لجوزي وأنوس وشوشو، بدعي لأمي وأبويا، بدعي لكل الناس اللي بحبهم، وكنت بدعي لنفسي. كنت بقول يا ربي اغفر لي وارحمني وعافني. وكنت بكتر من الدعاء اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده دعاء السيدة عائشة سألت النبي عنه وقالت: يا رسول الله، لو علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا حبايبي، الدعاء ده بسيط بس معناه عميق جدا. وكنت بكتر من الاستغفار، كنت بقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه مئات المرات، وكنت بسبح وبحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذكر ده بيملي القلب نور يا حبايبي، بيحس الواحد إن قلبه اتنضف وإن الهموم راحت. طب خليني أحكي لكم عن ليلة 27. ده كان عندنا في البيت زي عيد. كنت بعمل حاجة حلوة للأكل، وكنت بلبس هدومي الحلوة، وكنت بحس إن في فرحة في البيت. كنت بقول لأنوس وشوسو: النهاردة ليلة كبيرة، ليلة ربنا بيسمع فيها كل دعاء. وكانوا بيفرحوا وبيقولوا: يا ماما إحنا هنطلب إيه من ربنا؟ وكنت بقول لهم: اطلبوا كل حاجة في قلبكم، ربنا بيسمع. وكنت بعمل حاجة حلوة جدا مع أنوس وشوشو. كنت بقعد معاهم قبل النوم وبحكي لهم عن ليلة القدر. كنت بقول لهم: في ليلة القدر الملايكة بتنزل من السماء وبتملي الأرض كلها، وربنا بيغفر لكل الناس اللي بيدعوه. وكانوا بيبصوا في السماء من الشباك وبيقولوا: ماما هنشوف الملايكة؟ وكنت بقول لهم: مش هتشوفوهم بعينيكم، بس هتحسوا بيهم في قلوبكم. وكانوا بيناموا وهم فرحانين. يا حبايبي، في ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني الملائكة بتنزل وبتملي الأرض، والليلة كلها سلام وأمان لحد ما يطلع الفجر. ده مش كلام عادي، ده وصف ليلة مش زي أي ليلة تانية في السنة كلها. وكنت بحس بعلامات ليلة القدر. العلماء بيقولوا إن صبيحة ليلة القدر الشمس بتطلع بيضة ما فيهاش شعاع قوي. وكنت بصحى الصبح وبطلع أبص في الشمس وبقول: يا ربي، هل دي كانت ليلة القدر؟ وكنت بحس بسكينة وطمانينة في قلبي، وكنت بقول: الحمد لله، ربنا قبل مني. طب دلوقتي خليني أحكي لكم عن حاجة مهمة جدا. كتير من الستات بتقول: أنا مشغولة بالبيت والأولاد، مش قادرة أعبد ربنا زي ما بدي. وأنا بقول لهم: يا حبيبتي، شغل البيت نفسه ممكن يبقى عبادة. إزاي؟ لما بتطبخي لجوزك وأولادك بنية إنك بتخدمي أسرتك لوجه ربنا، ده عبادة. لما بتنظفي البيت عشان تحافظي على الصحة والنظافة اللي ربنا أمر بيها، ده عبادة. المهم النية. الذكر مش محتاج إنك تقعدي في مكان معين، ممكن تذكري ربنا وانتي بتشتغلي. وكنت بسمع قرآن وانا بشتغل في المطبخ. كان عندنا راديو صغير وكنت بحطه على إذاعة القرآن الكريم، وكنت بسمع وانا بطبخ. في العشر الأواخر كنت بحاول كمان إني أكتر من الصدقة. كنت بعمل أكل زيادة وبديه للجيران، وكنت بديه للغلابة اللي في الشارع، وكنت بقول لأنوس وشوشو: يلا معايا نوصل الأكل ده للجيران. وكانوا بيفرحوا جدا. وكنت بقول لهم: الصدقة في رمضان بتتضاعف، وفي العشر الأواخر بتتضاعف أكتر. وكانوا بيحسوا إنهم بيعملوا حاجة مهمة. كنت بقعد بعد التراويح وبقول: يا ربي قبلت مني، يا ربي غفرت لي. وكنت بدعي إن ربنا يبلغني رمضان الجاي. وكنت بحس إن في حاجة حلوة راحت وأنا محتاجة أستنى سنة كاملة عشان ترجع. أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا. العشر الأواخر دي مش بس وقت عبادة، دي وقت تغيير. كل سنة في العشر الأواخر كنت بقعد مع نفسي وبسأل نفسي: أنا عملت إيه في السنة اللي فاتت، وعايزة أعمل إيه في السنة الجاية؟
وكنت بعمل توبة حقيقية، مش بس بقول أستغفر الله بالبق، لأ، توبة حقيقية من القلب. كنت بقول يا ربي أنا غلطت في كذا وكذا، وأنا تايبة وعايزة أتغير. وكنت بحس بعد 10 الأواخر إن أنا إنسانة تانية، إن قلبي اتنضف، إن الهموم اللي كانت على قلبي خفت. ده مش كلام، ده إحساس حقيقي. لما الواحد بيقرب من ربنا، ربنا بيقربه منه أكتر. ربنا قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وأنا عايزة أقول للستات اللي بيسمعوني: يا حبيباتي، البيت والأولاد مش عدو العبادة. البيت والأولاد ممكن يبقوا جزء من العبادة. لما بتربوا أولادكم على حب ربنا، ده عبادة. لما بتعلموهم الصلاة والقرآن، ده عبادة. لما بتخلوا البيت بيت فيه ذكر ربنا، ده عبادة. المهم إن القلب يبقى صاحي ومتصل بربنا. يا حبايبي، أنا حاسة إن الوقت اتطول شوية وأنا بحكي، بس الموضوع ده قريب من قلبي جدا. خليني أقول لكم آخر حاجة وبعدين أسيبكم. آخر حاجة عايزة أقولها لكم هي الدعاء. الدعاء هو سلاح المؤمن. في 10 الأواخر ادعوا بكل حاجة. ادعوا لنفسكم وأهلكم وبلدكم والمسلمين كلهم. ربنا بيسمع كل دعاء وما يردش حد جاله بقلب صادق. يا حبايبي، ربنا يبلغكم 10 الأواخر وانتم بصحة وعافية، وربنا يوفقكم تحيوا ليلة القدر وتاخدوا أجرها، وربنا يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أنا بحبكم جدا يا حبايبي، وبتمنى لكم كل خير، وربنا يكرمنا كلنا بليلة القدر ويكتبنا من عتقاء رمضان. اللهم آمين. شكرا إنكم سمعتوني يا حبايبي، وربنا يجمعنا دايما على خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.